اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلام البنات، مرحبا بكم حبيباتي على قناتي قناة مطبخ صباح. اليوم جبت لكم وصفة تاع قلب اللوز، طلبتها مني واحدة مشتركة. اليوم وجدتها لها. ان شاء الله تعجبها وتنجح في تحضيرها في رمضان ان شاء الله. المهم الوصفة راهي ناجحة مليون في المية، يعني قلب اللوز عليه الكلام. قلب اللوز اللي حيحمر لك وجهك بين عائلتك وبين حبابك. قلب اللوز كما يحب الخاطر ان شاء الله. نبداو على بركة الله، نقولوا بسم الله. مقاديرنا البنات عندنا هنا، شوفوا البنات، انا درت الميزان، درت 50 500 غرام، يعني نص كيلو نتاع السكر. من بعد في الاخر حبيت نكيله لكم، انا كاسي راهو 200 مليلتر كما نقولوا. وشوفوا نتوما الكاس اللي عندكم. انا المهم درت هنا نص كيلو تاع السكر، وضفت معاه اطره تاع ماء، ونزيدو قرصه تاع حمض الستريك او الشب كما حبيتو البنات. ما تكثروش بزاف البنات باش يجي الكو تاعو مش غالب على الشربات. المهم بعد ما يطيب مدة 10 دقائق نحوه وضيفوا له مزهر او عطر مزهر، هو من الاحسن ما عطر مزهر. نجيبو قصعة ونجيبو سميد خشين البنات، خيروه خشين بزاف، اي ماركة تحبوها وتفضلوها جيبوها، ويكون خشين خاص بقلب اللوز ولا بالمقروض يعني يصلح. المهم نديرو حوالي كيلو من دقيق من السميد يعني الخشن. حاولت نكيل لكم البنات احسبوا، درت حوالي 6.5 من سميد. جاوني في الكاس تاعي راهو يوزن يعني 200 مليلتر برك، هذا ما كان راهو صغير. جاني 6 كيسان ونص من سميد قلت لكم البنات، وعندنا 700 غرام من السكر. جاوني 3 معمرين ملاح، وكاس الرابع جاني شويه ناقص كما راكم تشوفوا. كيلت لكم باش اللي ما عندهاش الميزان تقدر دير بالكاس. خلطوا مليح البنات، مليح، دخلوا السكر هذاك مليح مليح مليح، نتعود حبه بحبه، يعني حبه سميد وحبه سكر. باش ما يقعدش في جهه مركز، يعني السكر في جهه فريده وجهه ما فيهاش وجهه فيها، هكذا خير. حركوه هو ناشف كيما هكذا خير، يدخل في بعضها ويتخلط مليح. نجيبو كاس تاع ماء البنات، وقلت لكم كاسي راهو صغير تاع 200 مليلتر باش تكون واضحه. وندرت فيه قطرات، يعني قطرات تاع مزهر المركز البنات. اللي ما عندوش يدير مزهر عادي، ما ديريش الماء، ديري مزهر ديريكتومون، يعني ما تخلطيش. كي يعود المركز ديري له كاس كما درت انا. تبداي ترشي وتحركي مليح البنات، حركي على قد ما تقدري باش يذوب معنا السكر هذاك، ما يقعدش حبيبات. حركوا بالطريقه اللي تعجبكم. المهم والاهم انه السكر يذوب معنا ويتبل بشويه، ويبدا يذوب ويدخل في السميد هذاك. كما راكم تشوفوا. رشوا بشويه وحركوا، رشوا بشويه نتكملوا الكميه كامل. انا كملت غير كاس البنات، وانتم شوفوا سميتكم. لا عاد صغير يشرب الماء، زيدوا حتى قيمة ربع كاس تاع ماء، واذا ما عادش يشرب بزاف كاس راح يكفيه. هنا درت الملح كما شفتوا البنات، ما تنساوهاش قرصه تاع ملح باش تحسن لنا الطعم يجي بنين يعني. المهم راني مازلت نحرك، شوفوا هنا تحركوا البنات يبدا يثقل. تحسوا السميد هذاك بدا يثقل في يديكم، بدا يذوب السكر ويعطي ثقل، بعد تحسوا ثقل في يديكم بعد. ثم تعرفوا باللي السميد يعني سكر ذاب ودا كفايته تاع الماء، يعني تبداو تحسوا بعد باللي ثقل في يديكم وعد يتلاصق. المهم حبيت نوضحكم الطريقه على قد ما نقدر. شوفوا البنات، اني ما حبيتش نسرع في الفيديو، حبيت نعطيكم من شو تشوفوا. درته بشويه باش تشوفوا كيف نحرك.
راني هنا مازال نحرك، مشتيتش نسرع الفيديو البنات. شوفوني بدا يذقل. شوف نعاد قريب يعود لي عجينه واحده. هنا نجيبو كلوانه ولا بول ولا حاجه تلمو فيها، مهم يا نيلون يا قزاز. جيبوا اللي حطوا فيها الكميه تاع اللي السميد والسكر هذاك اللي حركناه، وغطوه ببلاستيك باش ما يبسش، وطرشونه وخلوه البنات الليله كامله. شوفوا المهم يقعد معنا حوالي 12 ساعه. شوفوا، ولا بليتو العشيه خدموا العشيه، ولا بليتو الصباح خدموا الصباح. المهم عطوه الوقت حوالي 12 13 ساعه، قد ما يقعد قد ما يعطيك النتيجه احسن واحسن. البنات تفرجوا الفيديو من الاول للاخر باش تحصلوا على النصائح يعني والخطوات باش تنجح، باش تروحوا تقولوا كيما هكذا ومن بعد ديروه وما تنجحوش ومن بعد تقولوا الوصفه فاشله. لا البنات، مادام نجحت معايا انا تنجح معاك انتي اكيد. تبعي خطوه خطوه باذن الله راح تنجحي. هنا الغدوه انا درتو الصباح البنات، ودرك راني في الصباح. شوفوا البنات، ابداو افتحوا فيه. هنا نحلوه مليح. نجيبو كاس معمر تاع ماء البنات. بصح البنات انا نسيت ما قلتلكمش، لازم الماء يكون دافي باش يذوب لكم السكر في البدايه كيما نقولوا كي تجيو تبلوا المره الاولى خلاص ابداو بالماء الدافي. ودركا ثاني درت الماء الدافي باش نكون واضحه معاكم. للامانه ديروا الماء يكون دافي باش يسرع في ذوبان السكر. نبداو ندخلو في الماء ونحركو مليح باش يتبل معانا السميد حتى نكملو الكميه كامل اللي تاع الماء. امحريه مليح ما بين يديك البنات كيما راهي موضحه الطريقه في الفيديو. هنا نجيبو نص كاس تاع سمن. انا درت سمن تقدري ديري ماغارين. غليها مليح فوق النار في قابيله، وبعد ما تغلي حطيها وخليها تبرد بعقلها وصفيها وديريها تصلح معاك وراح تجي ما شاء الله بنينه تهبل. حركوا مليح. شوفوا البنات نعد ولا عجينه معايا. في نفس الوقت هي عجينه ومبلوله وطريه بصح مبربشه كيما نقولوا، ماهيش كتله واحده. نجيبوا المكسرات ونديروا لها مغرف تاع كاكاو. واللي ما عندهاش المكسرات اي مكسرات البنات تقدري ديري طرف تاع عجين وتديري له الكاكاو وتستعمليه في نص العجينه. هنا قسمت العجينه البنات، اللي حنديرها لتحت نديرها صغيره واللي حنديرها الفوق نديرها شويه كبيره كما شفتوا. نجيبوا البلاطو. البلاطو هذا القياس تاعو البنات 36 على 29 36 على 29. ندهنوه بالزبده مليح على الجوانب وندهنيه مليح ونحطوا الكتله هذه اللي كيما نقولوا هذه اللوزه الصغيره نديروها هي اللي من تحت. نحلوها. هنا بلوا يديكم البنات، بلي يديك بالماء ولا بالزيت كيما حبيتي باش يتمشى معاكم العجين. هاني حطيت هنا المكسرات. حاولوا ديروا الكونتيتي اللي تبغوها واللي تحبوها واللي عندكم في الميزانيه يعني. نجيبوا الكتله الكبيره هذه يعني اللوزه الكبيره اللي خليتها ونحطوها فوق المكسرات ونحلوها بشويه البنات باش ما يسيحش معنا داك اللي درناه تاع المكسرات. نبداو نحلو كيما قلت لكم البنات، بلوا يديكم ومشوا. بلي يديك بالماء ومشي ولا ايدك بالزيت ومشي كيما حبيتي باش يتمشى معاك بكل سهوله. حاولي تعدليه قد قد يعني. هنا جبت لاكوبال هذه وبديت نعدل سطح الوجه نتاع قلب اللوز. هنا بديت
نقسم فيه. درتهم كبار البنات، وانتم ديروا اقسموا على كيما تحبوا، صغار كبار مثلثات كيما حبيتوا. الوصفة راهي ناجحة البنات صدقوني والله، في القمة. جا قلب اللوز وعليه الكلام، قلب اللوز اللي حمر الوجه، قلب اللوز اللي تهزي راسك فيه، جا هشوش، جا معسل للقلب، يعني قلب اللوز وعليه الكلام. هنا البنات درت اللوزات في الوجه، في كل كارية درت حبة تاع لوز، وجبت السمن وبديت ندهن. تقدري قلت لك ديري ماغارين عادي وراح يجيك بنين ثاني ما شاء الله. انا درت السمن دهنته مليح في الوجه. والبنات الفور يكون حامي، انا درته على 200 درجة. هنا البنات ملاحظة، ممنوع منع باتا تشعلي المروحة، ما كانش ما ديريش المروحة خلاص راح يبس معاك، ديري نار عادي، ديري شعلي لها من تحت وخليه يحمر ومن بعد شعلي لها من فوق. فهمتوا البنات؟ ما تشعليش المروحه خلاص البنات. ديروا شعلوا النار من تحت، وكي تشوفوه حمار كيما راني كيما تشوفوا هنايا بعد ما حمار لي على الحواشي، عرفتوا باللي حمار وطاب لي من تحت. جبت خرجته وعاودت دهنته وزدت رجعته شعلت له من فوق. حطوه لتحت البنات على النار وشعلوا له كيما قلت لكم 200 درجه او 180 درجه وخلوه يحمر بعقله حتى يعطيكم هذا اللون. جيبوا الشربات راني طيبتها البارحه البنات معاكي بليت السميد وخليتها تبرد بعقلها، واحسن تعطيك نتيجه احسن. بداو شربوا في قلب اللوز، انا شربته على 3 مرات، شربته شرب وزدت شربته زدت شفتو شرب زدت له شرب، يعني الكميه كفاتني قد يعني ما بقى منها ما يعني ما قلت يعني قد كفاتني. وجا مشرب وجا يعني وش نقول لكم، يعني مشرب العسل للقلب، جا بنين، جا كل حبة وحدها في فمك كي تاكليه يعني ما شاء الله. غير جربيها البنات صدقوني راح تنجحوا فيه 100% ناجح، يعني وصفة تهبل ان شاء الله جربوا، ان شاء الله الوصفة تنال اعجاب اللي طلبتها مشتركة، نوجه لها تحية شكرا على المتابعة، وان شاء الله نكون وفيت الطلب وتنجح في الوصفة وديرها في رمضان تفرح عائلتها ان شاء الله بها. المهم شوفوا هنا البنات، انا لولا نحيتها ما تكسرت لي معليش، ومن بعد زدت حاولت مع هذه الثانية معليش سترها ربي جات معانا. جا ما شاء الله، شوفوا بسم الله ما شاء الله البنات، جا قلب اللوز وعليه الكلام. شوفوا البنات كي راه مشرب، انا والله ماني شاهد فيكم، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. سامحوني اللي يتوحموا، سامحوني اللي راني سخفوا، سامحوني تمنيتكم تاكلوا معايا بصح الله غالب. المهم جربوه راح يعجبكم وينجح معاكم باذن الله. شوفوا البنات، شوفوا اقسم بالله غير يعني قلب اللوز وعليه الكلام يجيكم والله، يا ريحه المزهر هذاك العطر عطاه قمه في الروعه، يعني تاكليه ما تشبعي. جاي يحمر الوجه، شوفوا كيفاه يبري من فوق، شربات كفاتو يعني ما شاء الله. المهم البنات ما تنسونيش في الجام، عاونوا القناة وان شاء الله مزيد من الوصفات. خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.